فيها هذا العمق والتراث الجميل. ومن تونس في الحقيقة يأتينا دكتور أنيس القليبي قائد الفرقة الموسيقية اللي كانت موجودة معنا النهاردة. وفي الحقيقة في هذه الليلة من لمة عيلة خلونا نرحب بضيفنا الكريم وهو يعرفنا على ضيوفنا. دكتور أنيس، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. كل سنة وأنت بخير. أنت في مصر وجئت من تونس منذ متى وأنت في مصر؟ رمضان كريم، كل عام والشعب المصري بخير والشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية بخير. أنا سعيد بوجودي بينكم. أنا جئت منذ يوم الأحد الفارط، نعم. ويوم الاثنين 28 ماي بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير قدمنا عرضا موسيقيا بعنوان أريج الخضراء. نعم. أريج الخضراء هو الرائحة الطيبة لتونس. الأريج هو الرائحة الطيبة والخضراء هي تونس. نعم. تفوح عطرا وعبقا في أرض الكيدانة في مصر الحبيبة. جميل. أتينا محملين بموسيقى تونسية تجمع بين التراث الأصيل وبين الموسيقى المجددة. نعم. حملت معي تراث الموسيقى التونسية الشعبية والكلاسيكية والصوفية، وكذلك بمعزوفات ومقطوعات موسيقية لحنتها، من بينها قطعة ابن خلدون، وهذه أهديها إلى الشعبين التونسي والمصري. الله. بما أن ابن خلدون تونسي المنشأ، نعم. ولد سنة 1332، مصري الهوى، قضى بقية حياته قاضي المالكية في القاهرة ودفن فيها. عرض الأمس في دار الأوبرا المصرية، مدة العرض وكيف كان تفاعل الجمهور معه؟ الحقيقة كان عرضا ناجحا بأتم معنى الكلمة بشهادة الحضور. أشكر في هذا الصدد سعادة السفير نجيب المنيف الذي وفر لنا كل الظروف الملائمة، وكذلك دار الأوبرا المصرية التي وفرت كذلك لنا كل الظروف والانطباعات الطيبة التي تركناها. كان عرضا ناجحا وكانت الأصداء طيبة، وها نحن بينكم الآن لنقدم جميل. هذا الرصيد. إلى أي وقت أنتم في مصر إن شاء الله مستمرين؟ نحن سنغادر هذه الليلة بعد هذه نعم. المنوعة التلفزية الجميلة. أشكركم على هذه شكرا الدعوة. جزيلا لكم. سنغادر بأمان الله وتصلوا تونس بسلامة الله إن شاء الله. إن شاء لكن يعني رمضان في تونس، هل في تشابه أو يعني كما يبدو لكم في مصر؟ رمضان في تونس هو رمضان مليء بالحيوية، فيه النشاط الموسيقي، فيه الحيوية في المحلات التجارية، في الأزقة، الضوء إلى آخر الليل، السحور. هو في مصر لا يختلف عن ذلك. أعجبتني مصر في الليل، أن أرى المواطنين والشعب المصري محتفلا بهذا الشهر الكريم ولا ينام إلى آخر النهار. فأعجبني جو رمضان في مصر حقيقة. يعني دائما نتمنى أن تسعدوا وتستمتعوا مع كل زيارة إلى هنا يعني، ونستمتع. كلمة أخيرة قبل أن نذهب إلى الفرقة لنستمع إلى اختيار موسيقي، رسالة أو كلمة من لمة عيلة على شاشة قناة النيل الثقافية، لمن وماذا تقول فيها؟ هي رسالة مودة وحب من تونس الخضراء إلى مصر الحبيبة. جئناكم محملين حبا وفنا، واستمتعنا معكم البارحة في دار الأوبرا المصرية. أقول لكم أحبكم يا شعب مصر، وحب شعب تونس كله أحمله إليكم. وشكرا على هذه الدعوة لبرنامج لمة العيلة. شرفني حضوري بينكم. شكرا جزيلا لك. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، بخير. وتذهبوا إن شاء الله بأمان الله وفي سلامة الله تصلوا إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. لضيفنا الكريم. مشاهدينا الكرام من تونس الدكتور أنيس القليبي قائد الفرقة الموسيقية وعازف كمان أيضا. شكرا جزيلا لك. شكرا.